مدينة الداخلة كانت على موعد مع واحد الحادث المؤلم اللي هز الرأي العام المحلي وحتى الوطني. فالليلة ديال الجمعة وتحديدا في حي المسيرة اللي كيعتبروه من الأحياء الشعبية المعروفة بالحركية والحياة اليومية، وقعت مواجهة عنيفة بين شاب مغربي وبعض المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. هاد المواجهة اللي انطلقت بسبب خلاف مازال ما واضحش للرأي العام تفاصيله الدقيقة، تحولت بسرعة إلى صدام دموي استعمل فيه العنف بشكل كبير وخلى الأوضاع تخرج عن السيطرة. الشاب اللي كان ضحية هاد الحادثة تعرض لاعتداء قوي خلى حالته الصحية تدهور بزربة، واضطروا يديوه على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني في المدينة. ورغم كل المحاولات ديال الأطر الطبية لإنقاذ حياته، إلا أن الإصابات اللي تلقاها كانت بالغة بزاف وخلات الحياة ديالو توقف بشكل مأساوي. هاد النوع من الأحداث كيزيد يطرح بزاف ديال التساؤلات حول الوضع الأمني في المدن المغربية الجنوبية، خصوصا في الداخلة اللي ولات تعرف حضور متزايد للمهاجرين الأفارقة اللي كيلقاو فيها محطة للاستقرار المؤقت أو كنقطة انطلاق نحو محاولة الهجرة السرية صوب جزر الكناري. هذا التواجد المتنامي خلق في بعض الحالات احتكاكات بين الساكنة المحلية وهؤلاء المهاجرين، وهذا الشيء كيخلي أي خلاف بسيط ممكن يتحول إلى توتر كبير يخرج عن السيطرة. ومع ذلك خاصنا نشير أن السلطات الأمنية كانت دائما كتأكد أن الحوادث اللي كتوقع بحال هذه كتكون معزولة وما كتعبرش بالضرورة على وجود صراع مباشر أو مستمر بين الساكنة والمهاجرين، ولكن كيبقى الإحساس العام عند المواطنين هو أن الوضعية الأمنية خاصها يقظة أكثر وحضور قوي باش يتم تفادي هذه السيناريوهات المأساوية. المشهد في الداخلة ليلة الحادثة كان صادم بزاف. الناس اللي كانوا كيمروا قرب المكان خصوصا في محيط بنك بي ام سي او وموقف العمال شافوا المواجهة وكيقولوا أنها كانت عنيفة ومفاجئة. الصراحات ديال الناس وخوف المرة زادوا من حجم التوتر، وحدين حاولوا يتدخلوا باش يفرقوا الشجار، ولكن العنف اللي استعمل كان كبير وخلى التدخلات الفردية ما عندهاش تأثير. مع حضور السلطات الأمنية للمكان من بعد إشعار الساكنة، كان الشاب الضحية ساقط على الأرض في حالة حرجة، ومن بعد دقائق تم نقله في سيارة إسعاف، ولكن للأسف الجروح ديالو ما خلاتش عنده فرصة للنجاة. هاد الحادثة عاودت طرحت للنقاش واحد الموضوع اللي كيطلع لنا كل مرة: كيفاش المغرب كيتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية اللي ولات كتشكل ضغط اجتماعي وأمني واقتصادي على بعض المدن. الداخلة بحكم موقعها الجغرافي القريب بزاف من جزر الكناري تحولت إلى واحد من أهم الممرات اللي كيسعاو يستغلوها المهاجرين الأفارقة باش يوصلوا لأوروبا، ومعروف أن بزاف منهم كيقضيو شهور طويلة في المدينة في انتظار الفرصة، وهنا كيولدوا احتكاكات مع الساكنة المحلية، إما بسبب منافسة على بعض الأعمال البسيطة أو حتى على موارد المعيشة اليومية. وهذه الوضعية كتخلق جو من الحساسية بين الطرفين اللي ممكن يتفجر في ظرف بسيط بحال ما وقع في حي المسيرة. النيابة العامة أعطت تعليمات صارمة للشرطة القضائية باش يفتحوا تحقيق معمق في هذه القضية ومعرفة الملابسات الحقيقية اللي خلات المواجهة توصل هذه الدرجة من العنف. التحقيقات كتسعى تحدد واش الأمر كيتعلق بخلاف شخصي بين الضحية والمهاجرين اللي كانوا متورطين، أو كان خلاف جماعي بين مجموعات مختلفة في الحي وتحول لصدام دموي. السلطات الأمنية راها كتعتمد على الشهادات ديال الناس اللي شافوا الواقع